هالو everyone. ازيكم يا اصحابي؟ لو قلت لك ان في كلمة واحدة بس تقدر تدمج جملتين في جملة واحدة قوية واحترافية هتصدقني؟ يعني بدل ما تقول this is the boy he is very clever، لا تقدر تقولها بطريقة اذكى واشيك في سطر واحد بس. النهاردة هنتعلم واحدة من اهم القواعد اللي موجودة عليك في المنهج، وهي قاعدة ال relative clauses. تعال نشوف مع بعض. هنتكلم النهاردة عن ال relative pronouns اللي هي ضمائر الوصل. Relative pronouns are words that join two sentences together. يعني هي ضمائر الوصل هي الكلمات اللي بتربط بين جملتين مع بعض. يعني عندك أول رابط معانا النهاردة هو، وهو بيجي قبلها عاقل سواء مفرد أو جمع، وبعدها فعل أو جملة. For example, this is the boy I saw him at the market. هذا ولد أنا رأيته في السوق. طبعا اللي اتكرر معانا هنا هو هم، وهم هو ضمير مفعول عايد على الولد، فهنا ممكن استخدم who. فانا هقول this is the boy who I saw at the market. طبعا انا بربط ما بين الجملتين بكلمة الربط المناسبة، فانا هنا لقيت عندي عاقل اللي هو boy، ولقيت الكلمة اللي اتكررت هي هم، فانا هم هنحذفها، هنشيلها من الجملة التانية وهنشيل الفول ستوب وهنحط هو في النص وهنكمل بقية الجملة زي ما هي بدون تكرار. مثال تاني، that is the girl she bought a new bag. هذه بنت هي اشترت شنطة جديدة. فأنا عندي الحاجة اللي اتكررت هي she اللي هي عايدة على الجيرل، فأنا هنشيل she ونشيل الفول ستوب، وطبعا مادام عندي عاقل وبعديه فعل فأنا هحط كلمة الربط هو. that is the girl who bought a new bag. يبقى خد لي بالك ان هو بستخدمها للربط للعاقل بمعنى الذي او التي او اللاتي او الذين، بيجي معاها مفرد او جمع، واللي بيجي بعدها يا اما فعل يا اما جمله. تاني كلمه من كلمات الربط معانا النهارده هي which بستخدمها لغير العاقل سواء شيء او حيوان، وبرضه بيجي بعدها يا اما فعل يا اما جمله. For example, I have a book. It helps me learn English. انا عندي كتاب هو بيساعدني اتعلم اللغه الانجليزيه. طبعا الكلمة اللي اتكررت هي it دي عايدة على الكتاب، فالكتاب غير عاقل، فأنا هقول I have a book which helps me learn English. أنا عندي كتاب الذي يعلمني اللغة الإنجليزية. تعال نشوف مثال تاني. This is the car I bought it yesterday. هذه هي عربية أنا اشتريتها امبارح. يبقى أنا الكلمة اللي اتكررت عندي هي it عايدة على الكار، فأنا هربط بكلمة الربط which. This is the car which I bought yesterday. خلي بالك ان ذات بستخدمها كمان للربط سواء عاقل او غير عاقل، وبيجي بعدها فعل او جملة كمان. ايوه هقول لك ان ذات ممكن استبدلها بديل which وبديل هو. For example, this is the boy that's clever. هذا هو الولد اللي شاطر. The car that's outside is mine. العربية اللي بالخارج دي هي عربيتي. يبقى مرة ربطنا بذات على العاقل على الإشارة للعاقل، ومرة ربطنا بذات للإشارة إلى غير العاقل. أما كلمة الربط اللي بعدها فهي when بستخدمها بمعنى حيث، وبيجي قبلها الوقت وبيجي بعدها الجملة، بس بتكون خالية من أي حرف جر. طب وبتيجي بمعنى إيه؟ بتعبر عن النشاط اللي بيحصل في الوقت ده. For example, Saturday is the day I travel to أسوان on Saturday. السبت هو اليوم اللي أنا بسافر فيه لأسوان. يبقى يوم السبت ده أنا بعمل فيه حدث معين اللي هو سفري إلى أسوان. فأنا هنا هقول طبعا السبت اتكررت، فأنا هجيب كلمة الربط اللي بتدل على الوقت اللي هي when. Saturday is the day when I travel to أسوان. السبت هو اليوم الذي أسافر فيه إلى أسوان. For example, مثال آخر, December is the month I was born in December. December هو الشهر أنا اتولدت فيه، يبقى في حدث في الشهر ده. فأنا ممكن أقول December is the month when I was born. December هو الشهر اللي أنا اتولدت فيه. طبعا أنا لما بجيب أداة الربط when أنا بحطش أي حرف جر، أنا بشيل حرف الجر والكلمة اللي اتكررت أو الوقت اللي اتكرر في الجملة التانية. أما بقى هقول لك ملحوظة بسميها معايا الملحوظة الملحوظة. أيوة والله، لو حطيت حرف جر مع الوقت هنقول which. December is the month which I was born in. December هو الشهر اللي أنا اتولدت فيه.
ايوه، خلي بالك لو حطيت حرف جر انا هقول اداة الربط اللي معاه تبقى which، وده هتنفع مثل الاشارة للوقت؟ طبعا تنفع. كمان عايزة اقولك لو بوصف الوقت وليس حدث يحدث فيه، يعني مثلا بقولك ايه فور اكزامبل كده، تعال نشوف مع بعض. December is the month which I like. ان شهر ديسمبر ده هو الشهر اللي انا بحبه، يبقى انا هنا ما قلتلكش ان انا بعمل فيه حدث معين، يبقى مش هجيب كلمة الربط when. طب ما يمس ديسمبر ده وقت ما كنت قلت when وانا ما عنديش حرف جر، ده لو انا بعمل حاجة فيه معينة، لكن ما مش بعمل فيه حاجة فانا بوصفه، فانا هقول ضمير الوصل which. بعد كده عندنا كلمة الوصل where، ودي بيجي قبلها المكان وبعدها الجملة اللي بتعبر عن حدث يحدث في المكان ده. For example, this is the school I study at it. يبقى أنا عندي هنا it اللي عايدة على المدرسة، يبقى المدرسة ده كمكان بيتم فيه عمل شيء اللي هو المذاكرة، فأنا هقول this is the school where I study. طبعا مفيش أي حرف جر، ولا where ولا when بيجي معاهم حروف جر. تعال نشوف مثال تاني. This is the school which I study it. يبقى ناخد بالنا انا قدرت اجيب هنا which برضو بدل المكان لما بيكون عندي حرف جر، هنا جبت which عشان في حرف جر. تمام كده. This is the school it has 4 flowers. كمان خد لي بالك انا هنا قلت المدرسة، تقول لي يا مس بسرعة على المدرسة مكان، انا ما قلتلكش على حاجة بعملها جواها، انا هنا قلت لك it has 4 flowers، هي فيها 4 طوابق، يبقى برضو هنا المكان انا بوصفه. لما بكون بوصفه تعال نشوف كده هنقول ايه. This is the school space has 4 flowers. يا ترى هختار ايه او هكتب ايه؟ يا ترى اقول where ولا اقول which؟ طبعا هقول which. ليه يا مس ده المدرسة مكان، فانا هقول لك بس انا ما قلتلكش على حدث بيحصل في المكان ده، فانا هجيب اداة الربط which. اما هوز وده اخر كلمة ربط هتكلم عليها النهاردة، فهي بجيب قبلها المالك سواء عاقل او غير عاقل، وبجيب بعدها الاسم مملوك، يعني قبلها اسم وبعدها اسم. خد بالك قوي في الجملة دي. I met a boy his father is a doctor. انا قابلت ولد باباه يكون طبيب. يبقى انا عندي هنا صفة ملكية وجاي بعدها الاسم المملوك، يبقى انا قابلت ولد، الولد ده باباه يكون طبيب، فانا ممكن اقولها بالطريقة دي. I met a boy whose father is a doctor. انا قابلت ولد الذي والده يكون طبيب. مثال تاني. That's the school. Its students are very polite. هذه مدرسة طلابها مهذبين. يبقى أنا عندي هنا صفة الملكية its اللي عايدة على المدرسة، طلاب المدرسة دي طلاب مهذبين، فأنا هقول that is the school whose students are very polite. يبقى أنا بشيل الكلمة أو صفة الملكية اللي دل على ملك من وبحط بدلها أداة الربط whose. That's the school whose students are very polite. هذه هي المدرسة التي طلابها مهذبين. خد بالك في ناس بتتلخبط أول ما بتشوف عاقل بتختار هو، وأول ما بتشوف غير عاقل فبتختار which، بس اللي هقوله لك دلوقتي هيغير فكرتك خالص. منى space bag is new is my sister. هتشوف لي منى على طول هتفكر تقول لي ايه، هتختار هو ولا which ولا when ولا whose؟ فكر معايا وهنحلها مع بعض. طبعا اول ما هتشوف منى من غير تفكير لو ما كملتش قرايه الجمله تروح مختار لي هو، هقول لك غلط. طب امال ايه يا مس؟ تعال نشوف كده لو كنا حطينا هو كنا هنقول ايه. منى هو باج از نيو از ماي سيستر. منى اللي شنطه تكون جديده تكون اختي. طبعا غلط. انا قلت لو جبت اداه الربط هو وقبلها عاقل فانا بجيب بعدها يا اما فعل يا اما جمله كامله، اما هنا عندي اسم فانا هقول منى whose bag is new is my sister. منى اللي شنطتها جديده is my sister. انا بشاور على اختي وبقول منى اللي هناك دي شنطتها جديده دي تكون اختي. تعال نشوف المثال التاني. مستر علي space works at great is my son. طبعا برضو اول ما هتشوف لي مستر علي هتروح حاطط لي هو، هقول لك غلط. جاي لي بعدها works، تقول لي يا مس works معناها يعمل،
هنا مش جايه كفعل بمعنى يعمل، امال هنا جايه كايه؟ هقول لك هنا جايه كاسم بمعنى اعمال فنيه او ادبيه. فانا هقول ان جاي قبلها اسم وبعدها اسم، فانا هحط اداه الربط whose. فانا هقول مستر علي whose works are great is my son. مستر علي اللي اعماله الفنيه عظيمه هو ابني. يبقى هنا كلمه works ما جاتش كفعل ولكنها جت كاسم. دلوقتي جه دورك انت بقى، اختبر نفسك وجاوب على الأسئلة دي وشوف مدى فهمك للقاعدة. Choose the correct answer. Number 1, this is the boy space won the prize. Number 2, the book space is on the table is mine. Number 3, she is the teacher space son is in my class. Number 4, this is the house space I was born. Number 5, this is the month the school starts. دلوقتي تقدر تجاوب في الكومنتس، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تفعل زر الجرس. باي.